السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي متابعيني، يا رب تكونوا في أفضل حال. شايفين جمال شايفين جمال الصينية دي؟ عايزة أقول لكم دي أحلى صينية مكرونة نجريسكو أنا جربتها في حياتي. شايفين الجمال والدلال؟ يعني مش قادرة أقول لكم. نبدأ في وصفتنا. أنا معايا الطاسة بتاعتي أو الوok بتاعي، حاطة فيه معلقة من السمنة ومعلقة من الزيت وسخنتهم. بعد كده نزلت بالصدور بتاعتي أو الوراك المتوفر عندك، وقطعتها مكعبات زي ما انتوا شايفين كده صغيرة، وهبدأ أقلبها لحد ما تغير لون كلها. شايفين كل حاجة موضحة قدامكم؟ هفضل أقلبها كده ومعاها لحد ما تغير لون. تمام. امشوا معايا خطوة خطوة وصدقوني هتاكلوا أحلى صينية جريسكو. ونزلت ببصلتين كبار قطعتهم مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين، وهبدأ أشوحهم مع الفراخ. تمام. زي ما انتوا شايفين كده هبدأ أشوحهم كويس. وبعد كده معايا فلفل ألوان المتوفر عندك، مش لازم ألوان، عندك أخضر بس أصفر بس، المتوفر عندك حطيه. معايا هنا 2 من الفلفل. نزلت برضو على الفراخ وهبدأ أشوحهم معاها. شايفين؟ بكل بساطة. ومعايا دي بقى ايه يعني، جودت كده من عندي، يعني حبيت ان هي قيمتها الغذائية تبقى اعلى. نزلت بجزرة بشرتها زي ما انتوا شايفين كده. وكمان كان عندي كوسة واحدة بشرتها ونزلتها هي كمان. عصياني طعم ويعني الخضار عموما زقوه في اي حاجة، عشان اولادنا بيغلبونا في اكل الخضار. فانتوا زقوه في اي حاجة مستخبي كده. ده اللي المفروض كلنا نعمله. هنزل بالبهارات بتاعتي. نزلت اول حاجة ببهارات فراخ، رشة كده من بهارات الفراخ زي ما انتوا شايفين كده، رشة من الفلفل الاسود، وكمان هنزل بالملح بتاعي، طبعا ده بتظبطوه حسب ذوقكم. بس كده، بهارات فراخ، ملح، فلفل اسود، ملح، مش اكتر من كده. وهبدأ اشوح فيهم زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الفراخ قطع صغيرة والخضار مش بياخد قوي سوا، فكل ده تقريبا كده استوى. تمام. كده خلصناه. نبدأ بقى في سلق المكرونة. انا جبت المكرونة بتاعتي، ده كيس مكرونة سباكيتي. بتحطي في مية السلق الملح ومعلقة من الخل، مش هتحسي بيه خالص بس هيخليها ما تلزقش في بعضها. وبجد بيعمل تأثير رهيب، يعني مبيخليهاش لازقة في بعضها خالص. هنا خلاص كانت استوت معايا زي ما انتوا شايفين. نحاول ما نهريهاش لان هي بعد ما بتصفيها بتكمل سوا، يعني نخليها 3/4 سوا. وكده خلصنا المكرونة. نعمل بقى البشاميل بتاعنا. انا معايا هنا البشاميل بتاع النجريسكو بيكون خفيف عن البشاميل العادي. انا معايا هنا 3 معالق من السمنة و3 معالق من الدقيق. هبدأ احمص الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ احمصه. بعد ما حمصته هنزل باللبن بتاعي. انا بالنسبة لي هنا انا استعملت نص الكمية لبن ونصها مرقة، فالمناسب ليكم اللي انتوا بتحبوه ممكن تعملوا الكمية كلها لبن، بس ما ينفعش الكمية كلها مرقة. زي ما انتوا شايفين هنا بدأ يربط معايا، هبدأ انزل بقى بالمرقة. شايفين؟ هنشيل المعلقة بقى خالص دلوقتي ونجيب الويسك بتاعنا. امشوا واعملوها مرة بطريقتي، هتلاقوها طالعة معاكم خطيرة خطيرة. هبدأ يعني ايدي فيها ما فك اي تكتلات موجودة. نزلت برشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود زي ما انتوا شايفين، حاجة بسيطة، وهبدأ اقلب فيها لحد ما التكتلات دي تنتهي. وبعد كده هجيب الخلطة بتاعتي وهنزل عليها بالمكرونة زي ما انتوا شايفين، ونزلت عليها بكبشة واحدة من البشاميل. وهبدأ اقلب بقى الخليط بتاعي ده كله في بعضه. شايفين؟ هبدأ اقلب كل حاجة في بعضها قبل ما انزلها في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. كل حاجة احاول اقلبها في بعضها. كانت خطيرة، مش قادرة اقول لكم، والله كانت خطيرة حقيقي. دي احلى مرة انا عملتها فيها.
مش عارفة بقى كان توفيق وقتها من ربنا كده وخلاص صدفة والّا إيه مش عارفة. دي الصينية بتاعتي اللي أنا عملت فيها، نزلت في الصينية من تحت، نزلت فيها بكبشة من البشاميل، وبعد كده نزلت بقى بالمكرونة بتاعتي زي ما أنتم شايفين كده. شايفين ما فيش واحدة لازقة في التانية ولا أي حاجة من الكلام ده. هارُص المكرونة بتاعتي كويس، بحيث أهيّئها بقى إن أنا هانزل على الوش بالبشاميل بتاعي والجبنة. شايفين البشاميل قوامه كريمي وتحفة إزاي، رهيب، يعني ولا أروع. رُص البشاميل بتاعي زي ما أنتم شايفين كده، و الجبنة بتاعتِك بقى على الوش، ممكن تحطّي جبنة برضه في النُص مع المكرونة زي ما تحبّي. زي ما إحنا متفقين دايمًا بنقول الأكل أذواق، حسب ما بنحب. شايفين هي هنا خلاص جاهزة معايا إنها تدخل تحت الشواية. أنا وقتها سخّنت الفرن قبلها بشوية وبعد كده طفيته وفتحت الشواية، لحد ما أخدت لون وطلعت معايا بها الشكل القمر اللي أنتم شفتوه في البداية. جرّبوها بطريقتي وما تنسوش تقولوا لي رأيكم واللايك والشير، باحبكم جدًا، باي.